لو كرنبايه مهريه ولا حاجه تقول لي حطها للطيور، اقول لها لا، هندبق منها ورق على قد ما نقدر ونعمل منها حله محشي. وقد كان ندبق ونعمل محشي. كنا بنعمل بقى ايام العيله، مش الحله الزغنططه دي، لا احنا كنا بنعمل حلل قد كده، حلتين اتنين وما بيباتوش. صباح الهنا والسعادة عليكم يا أحلى اخواتي في الدنيا. ايه رأيكم بقى في الجو اللي أنا عاملاه لكم ده؟ شايفين احنا دلوقتي الساعة 6:15 الصبح، شايفين الجو ورايا عامل ازاي؟ شبورة نازلة مغطية كاسية على المكان كله. فبصراحة قلت لا، أنا هطلع ايه، أطلع معاكم الزبدة بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي كمية القشطة اهيت. هطلع الزبدة معاكم وأنا قاعدة في الجو الجميل ده. أي نعم الجو برد، أقسم بالله الجو برد، بس مش مشكلة، فداكوا يا اخواتي. ودي بقى استفندية جبتها عشان اكلها، بس بعد ما نخلص بقى. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على رسول الله، وندعي لاخواتنا في فلسطين وسوريا والسودان ولبنان واليمن. ربنا يا رب ينصر الناس العزيزه المقتدر ويشفي موتاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين في شتى بقاع الارض. جبنا بقى الجلابيه بتاعتنا الحلوه دي عشان نقعد عليها نتدفى شويه يا ولاد. والله انا خايفه امد ايدي في القشطه لان الجو ساقع جدا وانا مطلعاها من التلاجة علشان خاطر ايه تطلع معايا بسرعه. فجمعه مباركه علينا وعليكم. ده الروتين النهارده الجمعه. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعلها جمعه مباركه علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بحبكم في الله يا احلى واجدع اخوات في الدنيا. ربنا يا رب يديمكم نعمه حياتي. بنعمل ايه بقى احنا كده؟ نشمر ايدينا الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا القشطه جامده جدا علشان خاطر ايه انا مطلعاها من التلاجة. هي بقى لها كام يوم في التلاجة. بسم الله ما شاء الله. والله انا لسه حتى ما نزلتش حلبت ولا عملت اي حاجه، بس انا قلت الحق الجو الجميل ده عشان خاطر ايه الصوره بحبها قوي تكون في الطبيعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله. ده البوله دي فيها ميه، فيها ميه اهي علشان ابقى اطلع الزبده من هنا احطها في الميه علشان تتغسل من الحامض بتاعها. زي ما انتوا عارفين وزي ما انا ما عملت معاكم قبل كده، لازم ان الزبده بعد ما تطلعيها تغسليها في الميه علشان خاطر الحامض بتاعها ما يمررهاش. لو قعدت عندك فتره ولا حاجه ما تبقاش مره. صوابعي اتجمدت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله. قبل اي حاجه نسمي الله علشان خاطر ايه ربنا كده يطرح لنا البركه في الحاجه اللي احنا بنعملها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما ننساش النهارده كده سوره الكهف، نور ما بين الجمعتين. وما ننساش الاستغفار والصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام على قد ما نقدر. طبعا ابو ايه لسه صاحي اهو، هينزل بقى ايه يعلف الجاموسه ويحط لها الرشه بتاعتها على منزل انا، وبعدين ايه ننزل نحلبها بقى ونكمل بقيه الروتين بتاعنا. ربنا يسعد صباحكم بكل خير، وربنا يا رب كده بحق ده اليوم الجمعه يحقق كل اللي احنا بنتمناه، كل اللي نفسه في حاجه ربنا يا رب يرزقه بيها، اللهم امين يا رب العالمين. وسع ارزاقنا وارزاقكم جميعا يا رب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا صباح الهنا والسعادة، صباحكم رزق، صباحكم هنا وبركة من الرحمن، صباحكم معطر بذكر الله. أحلى وأجدع أخوات في الدنيا. أنا ولا عمر استخسر فيكم ساعة الصبحية كده وجمالها، وشايفين المنظر ورايا عامل ازاي. أنا ولا عمري. النهاردة بقى يا ولاد عندنا روتين جامد. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كل اخواتي وحبايبي اللي بيدخلوا معايا وبيقولوا لي يا ام ايه عايزين نشوفك انت وانت بتطلعي الزبده وبتحوليها من قشطه لزبده،
وهل انت بتعمليها بايه؟ عندك مثلا مضرب ولا عندك عجان؟ ولا في بعض الاحيان بنشوف قنوات بتعملها في غسالة الاطفال اللي هي الشطورة الصغيرة دي، معرفش هما بيبقوا جايبينها مخصوص للزبدة ولا ايه. بس انا كمان شفتهم كذا مرة والله العظيم بيعملوا في الغسالة، سواء كانت ستانلس صغيرة الحجم الصغير، او الشطورة اللي هي البلاستيك اللي هي من فريش دي، برضو بيعملوها بيطلعوا فيها الزبدة. بس دول بقى اللي بيبقى عندهم ايه، كميات بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا اقول لكم يعني كل الحاجات الخاصة بالزبدة والقشطة، وازاي تبقى ما تمررش، وازاي تفضل معاكي من السنة للسنة بنفس الطعم وتاخدي منها يعني كل حاجة خاصة بالزبدة هقولها لكم في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله. ده كان روتين يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يعني بيبقى يوم يعني على قد ما كله خير وبركة، بيبقى تحسي ان هو قصير جدا، يعني الواحد دلوقتي بيعدي منه هوا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كنت لسه هروح عند ماما عشان عندنا خبيز، انا كنت هخبز في اليوم ده، وكنت عايزة اخلص شغلي قبل ما اروح. واليوم كنت حاسة ان هو كده مليان مليان كده ودسم. فقلت بقى اهم حاجة، قمت الصبح بدري صليت الفجر وقريت الورد بتاعي وقريت سورة الكهف النهاردة الجمعة، وطلعت بقى اخدت حاجتي وطلعت فوق. انا بصراحة الصبحية دي بتستهويني ان انا اعمل فيها كل الشغل. وقلت بقى ايه، بيبقى الجو الصبح كده يعني في تحت في البيت تحت بيبقى ايه مش منور قوي، وانا كمان ما بفتحش الشبابيك للطيور والمواشي بتاعتي غير لما الشمس تطلع، علشان خاطر ايه بيبقى الجو برد الصبح فما دخلهمش برد وكده. زي ما بنخاف على اولادنا وعلى نفسنا لازم نخاف برضك على الحيوانات بتاعتنا والطيور، لانكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. خدت بعضي الاسبوع اللي فات، انا كنت طبعا كان في كذا حد طلب مني جبنه وعملتها لهم بسم الله ما شاء الله واتبسطوا منها جدا وطلبوا تاني. طيب الزبده بقى اللي انا طلعتها دي اعمل بها ايه؟ اللهم صل على النبي. بقوم ماسكه القشطه بقى اللي انا كونتها من الفريز، او سواء من اللي انا خدتها من وش اللبن لما كنت بعمل معاكم طريقه الجبنه من غير فريز، اللي هي ايه بتبيتي اللبن في الحله وبعد كده تشيل الوش بتاعه كده وخلاص، اللي هي بخيرها يعني. فهي دي اليومين دول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ده كميه القشطه بتاعتها. فقلت بقى ايه اخدها كده واطلع ايه اطلعها معاكم. الجو احنا في الشتاء، وكنت حطاها في التلاجة. لازما القشطة عشان تطلع معاكي على طول لازما تحطيها في التلاجة. والجو برد، عايزه اقول لكم ان انا اناملي الرقيقه ما كنتش حاسه بيها والله العظيم اطرافي ويدي ما كنتش حاسه بيها من كتر السقعه اللي انا كنت. درجه الحراره بتاعتي كانت ساقعه جدا، ما كانش فيها حراره اصلا، كانت ساقعه تلج. والجو اصلا كان ساقع، بس واخدين بالكم ان الجو بيكشف كل. بصوا الصوره ورايا كده تحسوا ان الشبوره دي بت 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 يعني ايه بتختفي مره ورا مره كده، لحد ما دلوقتي هتشوفوا الشمس طالعه ومنوره ومزهزهه وماليه الدنيا. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. القشطه زي ما قلت لكم، بس هو في هنا غلطه انا غلطتها. المفروض ان انا كنت حطيتها في حاجه واسعه، علشان خاطر اما تحطيها في حاجه واسعه بتطلع معاكي في ثانيه. انما البلاستيكيه اللي انا حطاها فيها دي غويطه، يعني ايه ما كانتش ايدي بتلف فيها لفه كامله، فخدت مني وقت شويه الصراحه. عشان اقول لكم على كل حاجه، اما يكون عندك زبده حطيها في حاجه اوسع منها بتاع قشطه، علشان وانت بتلفي تطلع معاكي على طول، تبقى السمك بتاعها رقيق ايدك تلف فيها على طول تجيبها. بس الله المستعان، احنا ربنا عنا وقوانا الحمد لله. وبدأت ايه تطلع معايا الاول لما بتحط ايدك فيها كده بتلاقيها سالت منك وتحس ان هي مش هتلم. شويه كده وبتلاقيها بقت عامله فوم كده زي الكريم شانتيه اللي انت بتعمليه للتورت والجاتوات والحاجات دي، بتلاقيها خفت كده وبقت ايه هشه معاكي. وبعد كده المرحله اللي بعد كده بقى بتحس ان هي ايه بتسمعي صوت كده، تحس ان في ميه جايه من بعيد، يعني تحس ان فيها كده ايه صوت جغة كده، احنا بنقول عليها صوت جغة. دي بقى بتبقى قربت تطلع الخض وتخرز معاكي وتكون الزبدة. بس مش معنى كده ان على فكرة في المرحلة اللي انا بقول لكم عليها دي انت ممكن
في ناس يعني دول عدمات الضمير بقى او اللي ما عندهمش ضمير بيقوموا مثلا مكورينها على كده. هي في المرحله دي زبده قدامي ما هياش حاجه، بس انا عارفه ان فيها خض لازم يطلع. في ناس بقى اللي ما عندهاش ضمير، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، الديك بتاعي بيصبح عليكم يا ولاد، وبيبيعوها على كده. يجي بقى اللي صاحب الحاجه يجي ياخدها بعد ما اشتراها، اللي واخد كيلو يصفي له ربع كيلو او اقل كمان. فالله المستعان، ربنا يا رب يغنينا بالحلال. ودايما كده ايه يعني ما تبقى علينا احنا احسن ما نيجي على الناس. الحاجة بقت غالية وبتتكلف وبقت بالغلا والكوف، فاحنا لازم نراعي ظروف الناس عشان ربنا يراعينا ويكرمنا في حاجتنا ورزقنا. المهم زي ما شفتوا كده ايدي بدأت تنضف من الزبدة، ما عادش عليها حاجة زي الاول كانت عاملة ولا اللي حاطة ايدي في جردل البوية ومطلعاها كده. انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله ايدي نطفت اهيت زي ما انتوا شايفين، وخلاص بقى اهو بصوا الخض طلع اهو. في الوقت ده بقى بقوم بقى بصوا اهو لازم افضل اعصر فيها كده لحد ما يعني ما يبقاش فيها خض خالص. وكمان البوله اللي في ريحي دي فيها ميه ساقعه، بقوم شايله الزبده من الخض والحامض اللي عليها ده مصفياها وعصرها كده وكأني بعصر حته هدوم في ايدي زي ما انتوا شايفين كده. ولازم نتقي ربنا، لازم نتقي ربنا في الحاجه اللي احنا بنعملها ونراعي ضميرنا. الضمير بتاعنا نشغله شويتين 3 اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله ادي واحده، وبفضل بقى ايه اهو اعصر بقى فيها كده واشيل من هنا واحط في الميه الساقعه واسيبها مده. يعني مثلا انا دلوقتي سبتها لحد ما رحت وخبزت وخلصت الويك اند بتاعي عند ماما وجيت اخر النهار بقى. البوله دي طبعا بيبقى فيها فتافيت بقى الزبده وبصوا حرف البلاستيكيه ما بخليش فيه الهوا كل ده. يعني اهو بفضل انا مش هتكسف، انا ما بتكسفش انا يعني بصوا دي نعمه، ولو هنفرط فيها كده ولو يعني ايه هنرمي الجمل من الطاقه زي ما بيقولوا، يبقى احنا كده ربنا مش هيكرمنا. لازم نحافظ على الحاجه اللي في ايدينا ونلم على نعمه ربنا اللي اداها لنا عشان خاطر ايه ربنا يوسع علينا ويرزقنا. ما تقوليش لا انا لسه هفضل الم الفتافيت ولسه هفضل الم مش عارف ايه، لا يلا يلا لا. الخض ده بقى ممكن تاخديه تعملي بيه ايه بسم الله ما شاء الله. هم طلعوا معايا حوالي ايه كيلو ونص 2 كيلو الا ربع زبده. إيه انا ما وزنتش بصراحه. بصوا اهي حاجه كده زي الفل، والشمس طلعت والدنيا نورت وزهزهت وبقت ايه. وبقى ايه كان عمال ينده تحت مش عارف انا ما شافنيش وانا طالعه فوق بعمل ايه، مفكرني لسه ما نزلتش يعني او ما صحتش. فقعد ينده يا امان يا امان، قلت له حاضر جاي اهو. الشمس بقى لما طلعت بقى الجو بدأ يدفي، والواحد بقى كان عايز يستحلى القعدة ويقعد، بس لسه ورانا شغلنا ورانا حالنا. وهو مستعجل علشان خاطر انتوا عارفين ان انا رقبتي بتوجعني، وهو ايه يعني ما بيكون في اليوم اللي هو اجازة او في الاسبوع اللي هو بيروح فيه وردية الظهر هو اللي بيعبي لي اللي اعزكم الله الوحلة بتاعت الجاموس علشان خاطر ايه اخدها وارميها بره. خلصنا كده ونزلنا بقى نشوف اشغالنا وحالنا. ده بقى الروتين. المحشي ده كان يوم الخميس، ده مش بتاع يوم الجمعة. المحشي ده كان بتاع يوم الخميس. بس في يعني اخواتي طلبوا مني كتير ايه طريقة المحشي بتاعتي، وانا طبعا ما اقدرش ابدا اتاخر عنهم. في اليومين دول في محشي ورق خاص، واللي كان في الطبق اللي هو الاخضر غامق ده محشي سلق اللي انا جبته معاكم من الغيط. دول كانوا فايضين من المره اللي انا جبته معاكم في الغيط، والله ما رضيت ارميه لانه يعني عجبني قوي طعمه، فحطيته في الفريزر وقلت بقى ايه يوم ما بعمل محشي مثلا ولا حاجه والورق خلص معايا اقوم ايه عامله بهم عامله بالورقتين دول مكمله بيهم. عندنا مثل في الفلاحين بيقول لك ايه لمها تلمك، يعني تحافظي على رزقك وتحافظي على قوتك وقوت عيالك، ربنا يكرمك ويوسع عليك وتحسي ان انت كده عندك الخير وعندك البركه. مش حاجه فاضت منك لا ارمي يلا، مش كل الحاجات بتعينيها ومش كل الحاجات بترميها، بس حاجه شايفه ان هي فيها منفعه ليكي او ممكن تنفعك في وقت من الاوقات ما ترميهاش. بص ورق الخاص ده برضو كل محشي بتاعه بيبقى خطير. الورقه الرفيعه المسهلبه الحلوه اللي انا وريتها لكم دي بصوا زلطه اهي تلفها حجاب كده. عندي اخواتي وعندي ايه بنتي ما بتعرفش تلف الحجاب ويفضلوا، وعلمتهم بدل المره 2 و3 و10 ومفيش فايده. التلميذ النبيه نبيه بيتلخبطوا في اللفه بتاعتها، انما انا بسم الله ما شاء الله بصوا اهي
بمسك الورقه كده واحط فيها شويه الرز والفها حجاب مثلث كده، بيبقى عامل تزقليه في الحيطه يردلك تاني. ده في اوان الخاص ده لازما الحله بتاعه المحشي لو هي كرنب من تحت كلها لازما سطر محشي خاص فوق الوش، علشان خاطر كلنا بنحبه بسم الله ما شاء الله. والله العظيم عايزه اقول لكم ان هما كانوا شويه محشي عسل عسل عسل. وشايفين الخلطه بتاعتي بسم الله ما شاء الله مقاديرها مظبوطه. عايزه اقول لكم ان انا ما بقتش اعمل تسبيكه للمحشي، انا بقيت بسوي الطماطم وبخرط لها البصله بعد ما بسويها خالص. وخلاص اهو غسلت الرز بقى وقطعت الخضار وهلف المحشي اهو. اقوم جايبه البصل بقى 3 4 بصلات كده ومخرطاهم ودعكاهم بقى بشويه ملح وشويه فلفل وشويه بابريكا ورشه قرفه وشويه كمون وشويه كزبره ناشفين. ودعاك البصله بقى بالتوابل دي بايدي كده لحد ما احس ان هي خلاص دبلت. واقوم بقى ايه لفه الخلطه بتاعه المحشي، ريحتها بتبقى عامله زي ريحه الكفته، ريحه الحواوشي، طعمها بيبقى رهيب. طول الشتاء انا بعملها كده الصراحه. انما في الصيف بسبك للمحشي عشان خاطر ايه البصله ما يطلع لهاش ريحه. ومحشي الكرنب بيحب الخلطه الكرنب والخس بالذات بيحب الخلطه اللي هي ني في ني دي. بص، سامعين صوت المحشي؟ سامعين البكبكه بتاعه المحشي وهو بيغلي؟ بسم الله ما شاء الله. ولا تقولي لي بقى وسطها نيه ولا بتاع الحله ساعه ما تغلي معاكي كده تقومي مهديه البوتاجاز عليها، يقوم ايه الولعه تبقى على قد نص الحله، المحشي يستوي معاكي ويبقى تمام التمام. هنا طبعا ولادي كانوا مغلبيني وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كان هين عليا احدفهم بالحله بس يلا الله المستعان. شويه كده وشويه كده يا ولاد. شايفين المحشي بسم الله ما شاء الله بالواحده بالواحده. هنا محمود ابني كان بيقول لي محروق محشي محروق بتصوره ايه والله العظيم المحشي كان تحفه وخطير. اللي بيكلم ده هو بيقول لي المحشي محروق، هو اصلا اكتر واحد بيحب السطر الاخير في الحله عشان خاطر بيبقى ايه احنا بنحبه متحمر زياده وبيبقى طعم ولذيذ وجميل. الف هنا وشفا على قلبهم. في اليوم دوت بقى كنت عامله اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان عندي فرخه وخدت منها الصدر بتاعها قبل كده وعملته بانيه مع مكرونه، ادي وصفه. اللي في اليوم ده بقى مع المحشي كان فاضل الوركين مع الزلموكه مع الجناحين، المهم بواقي الفرخه. فروحت برضك مسوياه وقضينا، يبقى الفرخه مشيتنا يومين فضل ونعمه والحمد لله، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. حبايبي كده الفيديو يكون خلص معاكم، اتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بص كانوا مجننيني وعمالين بقى بصوا مش مخليني عارفه اصور. كده الفيديو يكون خلص، بحبكم في الله واشوفكم الفيديو الجاي على خير.